ما يعرفه الناس في هذا العالم هو عبادة الإمبراطور، فهو يبارك الأرض لتكون سخية وتمنحه السماء المباركات، لذلك سيعبده الجميع. ولكن رجل واحد يرفض العبادة، فهو يعلم أن الأمر برمته خاطئ، فهو بشر مثلهم. وعندما يهاجم قلعة الإمبراطور، الحراس الذين هم أيضا مهووسون بعبادته، ولكنه سرعان ما يتعامل معهم بسهولة ويقضي عليهم. وهذا الرجل هو جزء من مجموعة تم اختيارها حصريا من قبل الإمبراطور، يعني باختصار المجموعة ديت موجودة بس لحماية الإمبراطور. ومع ذلك فهو يرفض الانحناء لفترة أطول، ويلطخ الممر الأبيض المؤدي إلى القلعة بالدماء. وده بقى يا صاحبي هو قائد القوات الخاصة اللي الإمبراطور عملها، اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. واسم القائد هو يان. والحراس الميتة اللي لسه قاتلهم يان لم يتخلوا عن أرواحهم، لأن كل ما تم تدريبهم عليه هو عبادة الإمبراطور ببطء شديد. فهم يجتمعون معا ويشوهون بعضهم البعض من أجل النمو إلى شيء بشع. لا يستطيع يان تصديق أنه حتى أرواحهم قد تلطخت بإرادة الإمبراطور، كما حتى في الموت. وهؤلاء الجنود الذين لم يعد من الممكن اعتبارهم بشرا ينهضون مرارا وتكرارا ويهاجم الاندماج. ويان الذي يبدأ على الفور في الدفاع عن نفسه، لأنه لم يفعل كل هذا من أجل لا شيء داخل القلعة. وتظهر جنية بجوار الإمبراطور بعينيها القلقة للغاية من الاضطراب الذي في الخارج. أخبر الإمبراطور لوم كالفون ألا تقلق، وبيقول لها ما تخافيش ده ولا حاجة. وبيقول الإمبراطور أنت الذي يتمتع بأكبر قدر من الولاء من بين الجميع، أن ينقلب علي بهذه الطريقة يا قائد القوات الخاصة يان. والإمبراطور بيقول له كم مضى من الوقت منذ أن أصبحت قائد القوات الخاصة، وبيقول له أنا لسه فاكر الأيام اللي كنت فيها مجرد جندي ضعيف، وبدأت كمجرد عبد لي في قاعة تدريب القوات الخاصة في الحفرة من العزلة والنهوض كقائد. حصلت على كل شيء بيديك العاريتين يا يان، هل كنت غير راض عن شيء ما؟ وفجأة يسحب إحدى قطع الرمح التي كانت في ساقه ويطعن مباشرة في أذنه، مما أدى إلى إصابة حشرة ما. وبيقول له كان لدي كل شيء، هذا هراء، بل خسرت كل شيء، ليس لدي أي ذكريات حتى. من هي عائلتي؟ من أكون؟ حياتي، لقد خسرت كل شيء بسببك. بينما كان يان يتحدث يثقبه الإمبراطور بسيفه الطائر، وهو شيء بالكاد يستطيع ملاحظته في هذه المرحلة من قوته. والإمبراطور بيقول له لا أعرف كيف لاحظت الطفيلي، يا للعار، ولكن من المؤسف حقا أنت كنت أحد الألعاب التي كان يجب أن ألعب بها أكثر. كما يخسر يان وفي وعيه يعتقد أن كل ما فعله للوصول إلى هنا كان عبثا، ولكن عندما تظهر أمامه شخصية امرأة تطلب منه أن يستيقظ لأنه سيستعيد كل ما فقده. وفجأة يستيقظ يان في كهف خافتة الإضاءة ويتساءل كيف لا أزال أتنفس وقد طعنت مباشرة في قلبي، وينظر للأعلى ويلاحظ أنه في كهف. وعندما يلمس الحائط يلاحظ أنه في الواقع السيف الحجري العظيم الذي هو رمز قاعة التدريب، قاعة تدريب القوات الخاصة، الذي لا يمكن للمرء أن يحصي عدد الأشخاص الذين ماتوا أمام هذا الشيء حتى لو حاولوا، حيث يتم تجاهل عدد الوفيات تماما. ويلاحظ يان أن جسده أصغر بكثير، وأن ملابسه تشبه أيضا تلك التي كان يرتديها عندما كان مجندا. وفجأة يأتي رجل من الخلف ويطلب منه أن يصمت ويلكمه مباشرة، ويقول له هذا الرجل لا أصدق أنك تشتت في القتال، لا أصدق أنك متعجرفا إلى هذه الدرجة لكي تستخف بي. وبيقول له رغم عجرفتك فأنت نكرة يا يان، هل تنظر إلي باحتقار؟ وده بقى يا صاحبي هو المجند الثاني عشر للقوات الخاصة، واسمه هو رومان. يان تذكر رومان بينما كانوا يتحدثون لفترة طويلة، ويسأل عما إذا كانوا في منتصف التدريب، مما يجعل رومان يقول نعم نحن في منتصف التدريب بالفعل، ولكن هذا مجرد عذر لكي أضربك حتى الموت، كما لا أحد يهتم حقا إذا مات مجند منخفض الرتبة مثلك. ويان بيقول السيف الحجري العظيم وجسدي الصغير والمحادثة الذي أجريها مع
مع رومان: نعم لقد رجعت بالماضي. وبيقول يان: لا يهمني سبب عودتي، الأهم أنني يمكنني البدء من جديد، ذاتي الحالية لن ترتكب الأخطاء كالسابق، هذه المرة سأقطع رأس الإمبراطور بالتأكيد. ويان بينده على رومان وبيقول له: أنت لسه ما اتجوزتش وأنت في سن ال40. ورومان بيتعصب وبيقول له: هل تواصل التفوه بالهراءات مجددا؟ ورومان يوجه له هجمة ولكن يان يتفاداها بسهولة، بيقول له: لكماتك بطيئة جدا، يا لك من مثير للشفقة. ويرى رومان أنه يستمر في السخرية منه ويبدأ في استخدام قدرة اللكم والتي تدعى ثورة القبضة. وبيقول له يان: مش وحش، وبيقرب منه مرة واحدة وبيقول له: أنا هديك نصيحة لازم تفتكرها، بعد أن تقترب الفجوة التي بينك وبين خصمك يجب أن تعطيه لكمة مباشرة. وينصدم رومان لأنه لا ينبغي أن يكون قادرا على استخدام مهارة متوسطة المستوى. وبعد الضرب يان يريد أن يكمل عليه ولكن وفجأة تقع منه قلادة، ويترك رومان أن يرقد بسلام. ويفتح القلادة ويلاحظ أن هناك شيئا بالداخل، صورة قديمة له مع شاب وامرأة ورجل، ويعلم أن هذه ذاته الصغيرة. وبيقول: كانت المرة الأولى التي أرى فيها وجوههم، ولكن كنت أعرف أنهم كانوا عائلتي. وبيقول: ما لم أستطيع الحصول عليه حتى بعد حرق عاصمة الإمبراطور، ما لم أتمكن من العثور عليه حتى بعد ذبح الفرسان، أنا أحمله الآن في يدي. ويفتح عينيه الدامعتين ويعتقد أنه غبي لأنه كاد أن يسير في نفس الطريق المظلم. وبيقول: أنا لن أضيع حياتي على شيء قبيح مثل الانتقام، فسأهرب من هذا المكان وأستعيد عائلتي التي فقدتها إلى الأبد. وبيحكي لنا عن مجموعة القوات الخاصة التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى الإمبراطور، وتسمى فرقة العمل الخاصة التي قاموا بها بأمر الإمبراطور دون ندم، ودمروا قوات فيرنا وقتلوا دوق الشمال الأكبر دون أن يلاحظ أحد أن الفرقة أكملت العديد من هذه المهام القاسية في تاريخ الإمبراطورية، وهو ليس بريئا من الخطيئة أيضا، حيث كان يان قائدهم، لذلك قادهم إلى معركة في كل فرصة، الذي كان اليد اليمنى للإمبراطور وأقوى فارس للإمبراطورية. وبيقول: أنا بالعافية بحمل برميلين من مياه الصرف الصحي، حيث أن وظيفتي هي تنظيف مخلفات الفرقة. ويواصل جنود القطاع التدريب تحت أنظار السيوف، ومع وجود أكثر من 1000 منهم حاليا من أجل أن يخدموا هذا المكان. الأقوياء فقط هم القادرون على البقاء، لذلك يموت بمعدل 3 إلى 4 أشخاص في الليلة، ولكن سيتم ملء أماكنهم الفارغة على الفور، إما عن طريق الاختطاف أو المتطوعون الذين ألقوا بحياتهم بعيدا. تقع ساحة التدريب هذه في وكر التنانين، ويقع العرين في سلسلة من الجبال الشمالية الغربية، حيث يشبه الجزء الداخلي من المتاهة التي لا يمكن أن يمر منها أحد بسهولة إلا الأشخاص الذين يعيشون هنا لفترة طويلة جدا. بالإضافة إلى ذلك يتم تخصيص رقم لكل متدرب، حيث تمثل الأرقام ترتيبا لمهاراتهم التي يمكنهم بها رفع رتبهم في النظام الهرمي، حيث تتغير المعاملة التي تتلقاها اعتمادا على مدى ارتفاع رقمك. وبص يا عزيزي المتابع، الرقم دوت بيستخدموه عشان يعرفوا يسيطروا على الجنود سيطرة كاملة، وحيث يمزقون بعضهم البعض على أمل الارتقاء بالرتبة. بص هقول لك حاجة سريعة كده عشان ما تتوهش مني. في الفرقة الخاصة في 9 دفعات، الدفعة رقم 100 وهي الأقوى، والدفعة رقم 200 والدفعة رقم 300 وكده يعني لحد 900، والدفعة رقم 900 هي الدفعة الأضعف اللي موجود فيها يان دلوقتي. وفي نظام زي ده بيصعب على الجنود المتدربين اللي هم الأدنى انهم يعيشوا اصلا في النظام ده، وبالذات على الدفعة رقم 900 اللي يان موجود فيها، ويان رقم 974، وهم سايبين يان اصلا عشان يخدم عليهم، ينظف، يساعدهم، يعمل فيه اللي هم عايزينه. ولكن يان بيقول: هذا امر رائع لكي اتمكن من الهروب. ولكن يان يصطدم في شخص ما مما يجعله يسقط الحاويات الذي كان يحملها. وفي اللحظة دي يان بيقول لنا: من الطبيعي ان يكون هناك بعض المتدربون الذين يقفون في القمة. وبتعتذر البنت اللي اصطدمت بيه وبتقول له: اسفة انا ما شفتكش. وبنعرف ان دول هم الجنود المتدربون ذي الرتبة العالية، خلفاء نبلاء الامبراطورية، وفي سبيل ولائهم للامبراطورية عليهم الحفاظ على استمرار نسب العائلة وابقاء العائلات الاخرى تحت المراقبة. هذه هي الاسباب التي دفعت النبلاء للانضمام الى فرقة المهام الخاصة، واثناء وجودهم هناك سيجعل مركز التدريب الحياة مريحة لهم، كما لانه لا حاجة
بحاجة لوضع طفيلات برؤوسهم لأنهم بالفعل سجناء الامتياز المعروفون باسم النبلاء. كما يحتفظ أيضا المتدربون ذو الرتبة العالية بمكانتهم حيث يحصلون على امتيازات وفوائد لذلك. من بين هؤلاء المتدربين لورينا بي وولف وكرول دوايت وكاجا إيفرين، هما دائما الثلاثة الأوائل من بين الجميع. وكرول بيقول للورينا لماذا تعتذرين للقمامة الضعيفة مثل هذا الرجل؟ وبيقول لي احنا مش في نفس المكان على الرغم من أننا نتدرب معا. أتدرك ذلك؟ كيف يجرؤ شخص عادي مثلك على التحدث إلينا؟ يا رقم 974 أدنى رتب الدنيا. يا أيها الرقم 974، أم أن امتلاكك لهذا الرقم المنخفض يعني أنك لست ذكيا بما يكفي لتفهمني؟ ويان بيقول أنا عاوز أقسم راسه نصين دلوقتي، وبيقول له كان لازم أخد بالي من الشخص اللي أنا كنت بتكلم معاه، أنا آسف. وبيقول له تعتذر؟ هذا شيء لا يفعله سوى البشر. يا رقم 974، ما عليك فعله الآن هو التوسل. انحني على الأرض وتوسل للرحمة. ويان بيقول في راسه أتوسل؟ أنا ممكن أفشخك دلوقتي بس مش عايز ألفت الانتباه. وبيقول ليان خد بالك المرة الجاية، بس البنت بتقول خلاص وبتشيل الصناديق عنه وبيمشوا حالا. ويان بيمشي وبيكمل وظيفته وبيشعر فجأة ببعض الغريزة القاتلة وراء الممر مما يجعله يعتقد أن هناك كمينا في انتظاره. ويان بيقول من الممكن أن يكون رومان ربما قرر الانتقام وعمل كمينا ليه، بس اللي بجانب الممر هي لورينا بيورف.